السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض اكله حلوه جدا، بما اننا كلنا كده يعني دور البرد مش بيسيبنا خالص، فهنعمل اكله حلوه كده علشان ترم العظم كده يعني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبنا بصلايه فرمناها او بشرناها، وكمان معايا نص معلقه من الفلفل كده حلوه ونص معلقه من الملح. معانا بقى فرخه كده حلوه مقلوظه كده وجميله. هنبتدي بقى ايه ندلك الفرخه بتاعتنا بالبصل والفلفل الاسمر والملح اللي معايا. طبعا بعد ما غسلنا الفرخه غسله كويسه قوي بالليمون والملح والدقيق، واسيبها شويه كده حلوين في الليمون والمحلول اللي احنا عملناه علشان ما يكونش فيها اي زفاره خالص وتكون معانا زي الفل. تمام كده، خلصنا بقى التتبيله كده من بره وجوه وظبطناها من تحت الجلد. هبتدي بقى ايه اكتف كده الفرخه الرجل بتاعتها علشان في ساعه التقديم كده يكون شكلها حلو معايا وظريف. جبنا كده خيط ابيض، طبعا يكون ابيض، لازم يكون ابيض عشان ما يكونش ضار معانا لما نسوي الفرخه بيه يعني. هبتدي بقى اكتفها كده، وهتحط رجل على رجل وهتستوي وهي كده زي ما انتوا شايفين متظبطه. سبتها بقى ربع ساعة، وبعد كده هرجع كده على البوتاجاز. معايا حلة حطيت فيها معلقتين صغيرين من الزيت كده، او ممكن يعني نص معلقة من الزبدة، نص معلقة من السمنة، براحتكم خالص. انا حطيت زيت علشان يكون خفيف شوية. سخنا الحلة كويس جدا، وبعد كده هننزل بالفرخة بتاعتنا بعد ما تبلناها وظبطناها وسبناها في التتبيلة دي ربع ساعة. والتتبيلة بسيطة جدا، هي بصل وفلفل اسمر وملح بس. التتبيلة دي بتخلي اللحمة بتاعت الفراخ طعمها مسكر جدا وجميل. هبتدي بقى اشوحها كده على جميع الجناب كده. انا مش عايزة الفرخة تاخد لون، انا مجرد بس كده بديها صدمة وبشوحها بس من جميع الجهات. مظبوط كده. بعد ما تتشوح بقى والميه بتاعتها كده تنشف وما خدتش لون زي ما احنا شايفين، معايا بقى بصلتين ولوري وحبهان، معايا جزرايه كمان. هننزل بكل المكونات دي. لو عندك فلفل حصى اسمر هتنزلي برده بنص معلقه كده، بتكون حلوه برده معايا في التتبيله. نزلت هنا بنص معلقه من الفلفل الاسمر. هظبط الملح بتاع الفرخه، وبعد كده بقى هنغطي الفرخه دي بالميه السخنه. هننزل عليها كده بميه سخنه يا دوبك بس كده. الميه هتغطي الفرخه بتاعتنا علشان ناخد شويه شوربه حلوين جدا كده، وطعمهم يعني ما اقولكوش مش هترموها خالص. في ناس كتيره بترمي شوربه الفراخ البيضه، لكن احنا مش هنرميها، وهناخد شوربه حلوه جدا من الفرخه بتاعتنا النهارده. تمام. هبتدي بس اشيل كده اي رغاوي تطلع على الوش، مش هتطلع اي حاجه يعني بسيطه، مكان بس الزيت والتشويحه بتاعت الزيت هشيلها كده. وبعد كده بقى هنبتدي ننزل بالطماطم بتاعتنا. معانا حبايتين كده من الطماطم مفرومين ومتصفيين، وكده الفرخه بتاعتنا مظبوطه. عشان بقى ناخد شوربه حلوه قوي ههدي النار عليها علشان تديني طعم شوربه حلو. زي ما احنا عارفين الفراخ البيضه ما بتاخدش تسويه خالص، فلازم تستوي على نار هاديه علشان تلحق كده تعمل شوربه حلوه. نزلت كمان بمكعب واحد بس من المرق، وده اختياري لو حابين تستخدموه، لو مش حابين ممكن تستغنوا عنه، بس مع الفراخ بيدي طعم حلو قوي. هنا بقى كانت الفرخه استوت ما شاء الله تسويه كامله، وخليتها كده زي الزبده. هنبتدي بقى ايه نشيلها من على النار، وبعد كده هاخد شويه من الشوربه. معايا جزر وبسله كمان، ننزل بقى كده بيهم في شويه شوربه حلوين ونسيبهم كده يستووا ويعيشوا حياتهم. وهم بقى بيستووا تعالوا نجهز الرز بتاعنا. زي ما قلت لكم اكله التعبانين، يعني عايزينها نعملها كده بسرعه بسرعه علشان احنا تعبانين يعني. اكله سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. هنا حطينا الزيت والسمنه بتوعنا في الحله، ونزلت بشويه شعريه كده حلوين. وزي ما انتوا عارفيني بحب اكتر الشعريه شويه في الرز، وطبعا كل ما بتكتريها كل ما بيكون طعمها حلو جدا، بتدي طعم حلو قوي للرز. بعد كده بقى ما شوحنا الشعريه وخدت اللون الذهبي الجميل ده، هنبتدي ننزل بالرز بتاعنا. هنبتدي نشوح فيه كده مع الشعريه ونظبط الملح بتاعه علشان كده ناخد احلى طعم للرز. من احلى الرز اللي ممكن تعمليه الرز بالشعريه، يعني بيليق على كل حاجه. عامله شويه خضار، هتعملي اكله زي اللي احنا هنعملها النهارده، عامله لحمه سلقه فراخ، بينفع مع حاجات كتيره قوي. ظبطنا الملح بتاعنا وشوحنا الرز ونزلنا بالملح. هننزل بقى بالميه السخنه. هنغطي الرز بتاعنا كده ونعمل حساب ربع كوبايه صغيره للشعريه من الميه. هغطي بقى عليه، واول ما يبتدي يغلي كده معايا ويتشرب الميه بتاعته ههدي النار عليه خالص واسيبه يستوي براحته. معانا هنا طاسه حطيناها على النار، واحط فيها نص معلقه صغيره من السمنه. ومعايا هنا بقى شويه من لسان العصفور. هنبتدي نشوح بقى لسان العصفور كده زي ما احنا شايفين.
بحب اشوحه كده الاول في طاسه لوحده جانبيه ومش مكتره زي ما انتم شايفين، يعني ده اقل من ربع كيس كمان، يعني دول مش كتير وهيعملوا معايا حله كويسه جدا. هنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض الرز على النار، الفرخه استوت، وكمان البسله والجزر بيستووا مع بعض. حابين تحطوا بقى مع البسله والجزر دول طبعا بعد ما يستووا، يعني هنا واحنا بنحط لسان العصفور كده بعد ما شوحناه وخد اللون الجميل ده. عايزين تحطوا كوسه وبطاطس براحتكم خالص، بس انا استكفيت بالبسله والجزر النهارده ولسان العصفور. تمام. هبتدي بقى كده ايه اغطي عليه واسيب بقى لسان العصفور كده مع البسله والجزر. طبعا بعد ما استووا نزلت بلسان العصفور، ما ينفعش انزل بيه قبل ما هم يكونوا مستويين تسويه كامله. تمام. شايفين بقى زي الفل كده. بيقعد 7 دقايق وبيكون استوى لسان العصفور، يعني مش هنطول عليه النار. وهناخد شويه حلوين جدا، يعني كميه حلوه من لسان العصفور بالشويه الصغيرين خالص اللي احنا استخدمناهم. تعالوا بقى هنا جبت طاسه وحطيت فيها شويه زيت كده. حابين بقى تحطوا زيت على سمنه برضو براحتكم خالص. وننزل بقى بالفرخه بتاعتنا الجميله دي زي ما انتم شايفينها كده، استوت تسويه حلوه قوي وعملت لنا شويه شوربه عظمه. بجد كانت ريحتها خطيرة، يعني فراخ بيضة بس بجد ريحتها وطعمها كانت حلوة جدا. هنبتدي بقى نحمرها كده تحميرة حلوة، وحبيت اللي انا احمرها في الطاسة كده على النار. ما حبيتش اللي انا ادهنها صلصة وادخلها تحت الشواية او اللي انا ادخلها الفرن. انا حباها كده النهاردة، يعني زي كده زمان، اكلات زمان، اكلات ماما والاكلات الحلوة بتاعتنا دي لازم برضو اولادنا ياكلوا منها، ونرجع طبعا الريحة الجميلة دي في البيت. مش كل حاجة هتكون اكل جاهز برضو، علشان نكون متفقين. يعني لو ملاحظين معايا انا لما بعمل لهم وجبة اكل جاهز زي كنتاكي اي حاجة من دي، برجع بعديها كده بيوم ولا حاجة اعمل لهم اكلة من الاكلات المفيدة اللي برضو لازم يتعودوا عليها، علشان يكونوا بياكلوا كل حاجة. ما يكونوش بس معتمدين على الاكل اللي هو التكاوي السريع، لازم يكونوا بياكلوا كل حاجة. لازم تعودي اولادك على كده، اللي هم ياكلوا جميع الاكل، ما يقولوش لا على حاجة. يعني برضو الاكل ده مش هننكر الفايدة بتاعته، وكمان بيكون طعمه حلو جدا وخفيف طبعا على المعدة. يعني طبق كده زي البسلة بالجزر بلسان العصفور، الشوربة الجميل ده قد ايه فيه قيمه غذائيه عاليه وجميل طبعا. ولو بقى فيه كوسه وبطاطس هيكون حلو قوي. بس انا كان عندي البسله والجزر استخدمتهم واستكفيت بيهم، والرز كان استوى وريحته جميله خالص. تعالوا بقى نقدم الاكل بتاعنا بطريقه حلوه كده. هو السفره بتاعتنا النهارده كانت بسيطه ودمها خفيف وما خدتش حاجه خالص معانا في المطبخ. وعلى فكره كل الاكل معظمه يعني ما بياخدش وقت خالص وانتي داخله تعمليه. اهم حاجه تكوني منظمه نفسك، منظمه وقتك، منظمه افكارك كده، وعارفه هتبداي بايه وهتخلصي ايه الاول. كده مش هتحسي ان انتي تعبتي ولا وقفتي كتير في المطبخ. لما بتكوني مظبطه دنيتك كده ومرتبه نفسك ومنظمه وقتك، صدقيني مش بتتعبي خالص في اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا له لايك، اعملوا سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوها، فعلوا الجرس علشان يصلكم كل الاشارات الجديده، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.